فبركة صحفية لتوريط مصرية. هو ايه قصة التيك توكر اللي بعض وسائل الاعلام حاولت تورطها في تصريحات مزورة صدق او لا تصدق مع الصحفي احمد الجداي؟ رحاب مواطنة مصرية مقيمة في الكويت بعد ما زاد سعر الدولار عملت فيديو بتتكلم فيه عن صحابها اللي عاوزين يروحوا الكويت عشان الدينار الكويتي بقى ب 75 جنيه مصري، وقالت للناس انها بتدفع بالدينار الكويتي مش بتدفع بالجنيه، يعني سكنها ب 250 دينار لو هي بتقبض 500 دينار فالاسعار مش زي ما هم فاكرين. وقالت مثلا ان كيلو برتقان في الكويت بدينار في حين ان في مصر ارخص بكتير. طبعا البعض خد الفيديو واقتصه من سياقه، وبعد ما كانت هي بتهزر وبتضحك وبتنصح الناس في نهايه الفيديو انهم يزوروا مصر وخاصة العرب انهم يستفادوا من الاسعار في مصر، فوجئت بان في جورنان او موقع او قناة واخدة الكلام بتاعها ومحرفاه تماما. وهذه القناة سابت الهزار والكلام الكتير اللي فيه دعم للسياحة المصرية وخدت الفيديو وقصت منه كلام كتير وقالت في العنوان: حرام عليكم مش كده والله، رسالة مصرية بالكويت بعد ارتفاع الدينار ل 74 جنيه. والفيديو بيحاول يوصلوا بيه انها زعلانة من الاسعار في الكويت. رحاب خرجت في فيديو جديد واكدت انها ما تقصدش كده ابدا ومفيش حد اجبرها انها تعمل الفيديو ده، ولكنها شافت ان في ناس بتاخد جزء من كلامها وتفسره على مزاجها عشان اغراض هي مش فاهماها، فقالت انها بتحب الكويت وبتحترم الكويت وانها ابدا ما ذكرتش اي حاجه من اللي ذكرها الجزيره، وكل قصتها انها كانت عاوزه تروج للسياحه المصريه في الخليج. الكلمه امانه ومش اي حد يبقى صحفي، لان الصحافه ضمير. طبعا من الصبح النهارده كل اصحابي اللي في مصر عايزين نيجي الكويت، الدينار بقى ب75 جنيه، ابوس ايديكي هاتلنا تاشيره باي يا جماعه، والموسى بطل والله العظيم. طب انا هقول لكم حاجه، انا لسه جايه من السوبر ماركت، يعني كيلو البرتقال اهو بالدينار ب 950 فلس، يعني بالدينار يعني بنفس ال 74 جنيه اللي انت بتتكلم فيهم. انت في مصر بتجيب كيلو البرتقال ب 75 جنيه يا مفتري، انت بتجيبه كده. خلينا نتكلم في انا مثلا دلوقتي مرتبي كبير ومليونير، باخد ها 500 دينار مثلا، ماشي، ايجاري 250. هل انت بقى فكرت في اللي انا بدفعه بالدينار؟ يعني انت متخيل 250، متخيل شقه يعني كويسه في منطقه متوسطه 250 ايجار كل شهر، حولهم بالجنيه بدل ما تيجي تقول لي الدينار ب 74. حرام عليك ومش كده والله يا حبيبي يا قلب اختك. انا بقبض بالدينار بدفع بالدينار، انت بتقبض بالجنيه بتدفع بالجنيه، المقارنه دي غير صحيحه تماما. امتى بقى كلامك ده يبقى صح؟ لما تقبض بالدينار وتصرف بالجنيه. ومن موقعي هذا ادعو كل الناس اللي موجودين في اي دولة عربية في اي حتة، اي حد بيسمعنا، يا جماعة احلى فرصة انك تنزل مصر دلوقتي، هتتبسط وهتصرف وهتعيش ومفيش ولا حاجة. يعني اللي بتاكل بيه اكلة كده ممكن تعيش بيه يومين في مصر دلوقتي، يعني مقارنة بسعر العملة بتاعتك. فاي حد بيحب مصر واصلا مصر اتغيرت وفي ناس كتير ما نزلتش من قبل الكورونا، انزلوا مصر يا جماعه دلوقتي، منها دعم للبلد اللي انتوا بتحبوها، وفي نفس الوقت هتتبسطوا وببلاش الا ربع بجد. فالسياحه في مصر دلوقتي فرصه ذهبيه لاي حد عايز ينزل مصر، وبجد بجد بجد يعني هتتبسطوا جدا، وعايزين اي حاجه كلموني. اقسم بالله العظيم 3 انا ولا حد كلمني كلمه وحشه، ولا حد ضغط عليا، ولا حد قال لي اطلعي قولي حاجه، ولا كأن في حاجه حصلت. طبعا من امبارح الفيديو بتاعي انتشر على قناه الجزيره تحت عنوان: مصريه تشتكي من غلاء الاسعار في الكويت. وحاشا لله ان انا اكون بتكلم كلمه وحشه عن بلد اكرمتني انا واهلي عمر. البلد دي انا متربيه فيها وعشت فيها وعمري ما شفت منها حاجه وحشه، بس في ناس بتحب تفهم الكلام من اي حته غير من دماغها. يعني من الجحود ان انا ما اطلعش اوضح. تمام، بعد ترند تعويم الجنيه وانه سعر الدينار بقى ب 75 جنيه، فكل السبوت بقى موجود على الدينار الكويتي. فطالعه بقول للناس، لاهل بلدي: يا جماعه ما ينفعش تقارن عمله بلد بعمله بلد تانية، ما ينفعش تقارن مستوى دخلك في بلد اللي هو بيتناسب مع مستوى مصروفك بمستوى بلد تانية خالص اقتصادها مختلف تماما. فلما انا بقول مثلا ايه ممكن يكون مرتب شخص 500 دينار بيصرف على بيت الايجار 250، انا بتكلم مستوى ده المستوى المتوسط. يعني ممكن ال 500 دول يكونوا شخص او شخصين بيشتغلوا عشان يجيبوهم. البيت اللي ايجاره 250 ده ممكن يكون ساكن فيه 3 4 أو 5 افراد، وما اتكلمتش عن دخلي انا بتكلم بقول مثل. فالمغزى كان من الكلام انه مستوى الصرف بيتناسب مع مستوى الدخل.
وطبعا موضوع البرتقال انا كنت واخده الموضوع بطريقه كوميديه وبطريقه تلقائيه، يعني هو الحاجه اللي جت قدامي لان فعلا كنت شايفاه في سوبر ماركت كان غالي. لكن الحق من الحق انه يتقال انه البلد هنا بتدعم سلع كتير جدا. يعني السلع المحليه كلها مدعومه واسعارها رخيصه. مثلا البترول مدعوم، الميه احنا بندفع 5 فلس على الميه وهي اصلا بتكلف الدوله 45 فلس. الكهرباء نفس الشيء، الخبز نفس الشيء. يعني انا في بامانه، يعني انا في كيس الشيبسي ده انا بقالي 30 سنه بجيبه ب50 فلس ما زادش، لان هو حاجه محليه ماشي. فكان من الامانه ان انا اوضح. اما بالنسبه بقى قناه الجزيره واللي هم بيعملوه، يعني انتوا واخدين فيديو انا اصلا عايزه اوصل فيه في الاخر انه ادعم السياحه في مصر واقول للناس فرق العمله هيخليكم تروحوا تتبسطوا. تاخدوا الفيديو ليه وتقصوه وتشيلوا الجزء اللي انا عايزه اوصل له ده؟ انا اول ما قالوا لي الفيديو بتاعي نزل على الجزيره كنت فرحانه جدا والله العظيم. اول حاجه جت في دماغي الجزء بتاع دعم السياحه في مصر، في الاخر لقيتهم قاطعينه. يعني اقول فيكم ايه؟ فين المهنيه يا جزيره؟ ليه بتاخدوا الحاجه وتقطعوها؟ حطوه كامل. وبعد كده لما تحبوا تاخدوا فيديو لواحده مش مشهوره قولي لها تحط كده حاجه احمر حاجه اخضر تعمل شعرها، ما تاخدوش الواحد كده يعني على غفله على الاقل. بليز يا جماعه اعملوا اي كومنت على الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويفهموا الصح وما يبقاش فيه اي لبس في الموضوع. شكرا.